فجأة سمع الصوت مرعب، فالتفتت وإذا بشبحان عظيمات جثة، يعني كبار كلش، وكان الدخان والنار يطلع منهم، وكان شعرهم واصل للأرض. فقلت له حسن من ذوله؟ قال هذولي منكر ونكير، راحوا الشخص كافر اجى من عالم الدنيا وراحوا يسألونه. فمشيت خطوات وسمعت هزة بالأرض. قلت له شنو هاي الهزة؟ قال لي ضربوا هذا الكافر، لا تهتم راح تسمع هواي هزات. فبقينا نمشي إلى أن وصلنا وادي سحيق، داخل هذا وادي برهوت اسمه وادي سحيق، هذا بس الدخان والظلام، كنت حتى ما أقدر أشوف العمق مال هذا الوادي. قلت له حسن أنت ليش تأذيني؟ ليش تأخذني بهذا الطريق؟ قال لي أكو أكثر من طريق، لكن كل إنسان أو يرسم طريقة حسب أعماله. أنت لو كنت مؤمن كان مريت بأطراف هذا الوادي، لا شفت دخان ولا نار ولا عقاب ولا أي شيء.